هذا عمره الحين 7 اشهر بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله. سعره 200. 200 بيتكلم. والبومرينيوم ده؟ البومرانيان هذا عمره الحين سنه و6 اشهر. ما شاء الله. هذا عمره الحين كمل 8 اشهر. ما شاء الله. هذا عمره 5 اشهر. الله، البط ده مصري، ايه اللي جابه هنا؟ البط ده عندنا احنا، البط ده البلدي بتاعنا، ايه اللي جابه هنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي حبايبي، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم، اي حاجه بعملها في الكويت لازم اشارككم تجربتي. يعني النهارده احنا في سوق الجمعه، جايين اصلا عشان نشوف الكلاب في الكويت بتتباع ايه واسعارها ايه، كم من الناس اللي بتبيع كتجار. هفرجكم كل حاجه، بس حبيت الاول اخدكم في جوله نشوف ايه اللي جوه الاسواق عموما، اسعارها ايه. هل لو انا جاي اعيش في الكويت ومحتاج اشتري اي اغراض من هنا، السوق ده زي السوق عندنا في مصر؟ ممكن نلاقي حاجات زي ما بيقولوا كده لقط باسعار رخيصه ولا لا؟ هنشوف كل ده مع بعض النهارده. خليكم معايا وهفرجكم على الكلاب في الاخر. يلا بينا. بصوا الجزء ده، الموضوع هنا متقسم بارتيشنات، كل مظله تحتها حاجات. هنا حاجات حق الفرش المنزلي، يعني طاولات، دفايات داخلي وخارجي. ما شاء الله، حاجات كلها تحف يعني، ما شاء الله. عايز كرسي زي ده، انا عندي في المزرعه. علم الكويت، دولة جميلة اقسم بالله. دي ساحة كده في النص، اعتقد احنا داخلين بقى على الزحمة، فالزحمة دي يعني المستعمل اكيد. بصوا ده الجزء ده 6 ده خيمة او هنجر رقم 6 ده فيه حاجات. طالما قربنا من الزحمة يعني قربنا من المستعمل اكيد. هنا ملابس، هنا العجل والعاب الاطفال. دي العاب الاطفال اهو، من اول الحاجات الكبيره واكيد جوه حاجات صغيره. لا يا جماعه، انا عشان اصور لكم بالتفصيل بتهيألي محتاج لكل هنجر من دول يوم، كل بارتيشن من دول عايز يوم. هنا ملابس تاني، ملابس. وبعدين انا مش عايز اجيب وش حد او في سيدات بتتحرك مش عايزين نصور حد، فبحاول اصور لكم لقطات سريعه بدون ما حد يظهر فيها، ما نسببش حرج لحد. هنا بقى الكترونيات وكده وحاجات موبايلات واكسسوارات ومش عارف ايه. اعتقد هنروح هناك ناخد لفه. نضارات، بس شايف في العموم ان معظم الحاجه الموجوده صيني يعني زي عندنا، مش عارف. خلونا نشوف الاسعار. عمري ما لبست حاجه معدن كده في الوش. وصلنا مع البياع في الاخر ان كل دينارين، كل نضاره، اي نضاره من دول بدينارين. انا عايز اقول لكم ان ما شاء الله المكان زحمه قوي. انا مش عارف اتعامل حتى مع البياعين، كلهم بنجال، كلامهم مش عارف افهمه. الراجل قال لي سمسم سمسم، ففاكره بيدلعني انا، طلع قصده انه كله زي بعضه، سيم يعني. بقول له يعني ايه بكام؟ سمسم سمسم. بصوا ده مالينو، وهنا في بودل، بومرينيوم، بيتبول، فرنش بولدوج، اكيتا ورا، جيرمان شورت هير، دوجو ارجنتينو، جريفون بقى والشيتزو.
ميني دوبرمان. هحاول اجيب لكم الاسعار، هحاول اتفاهم مع صاحب الفرش واجيب اسعار. احنا عايزين نعرف البيتبول ده عمره قد ايه وبكام؟ هذا عمره الحين 7 اشهر بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله. سعره 200. 200. لعوب هادي. جميل، شخصيته اجتماعي. ايوه جميل ما شاء الله. يحب الكرة. ايوه ما شاء الله. طبعا الطاعة كلها بالكرة. ايوه صحيح. طبعا هذا من انواع البيتبول يسمونه الباندوج. ايوه. في ريد نوز، بلاك نوز. والجيرمان ده؟ عمره 7 اشهر الحين. ما شاء الله. لونج هير. سعره؟ سعره 300. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. الدوجو دول ايه؟ اعمارهم كبيره؟ عمره كبير. النثر عمره صغير. واسعارهم؟ اسعارهم طال عمرك على 250. ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. موتو انا عايز اسال عن الماليني ده اخر حاجه. هذا مالينو. كم سعره بقى المالينو؟ 200. عمره صغير نتاي. ما شاء الله. البودل والبومرينيوم ده؟ البومرينيوم. هذا عمره الحين 1 سنة و6 اشهر. ما شاء الله. هذا عمره الحين كمل 8 اشهر. ما شاء الله. هذا عمره 5 اشهر. ما شاء الله. قول لنا سعرهم بالترتيب بقى. البودل على 300. البومرينيوم؟ البوب طبعا هذا بومرينيوم الابيض. هذا من نوعية البوب. البوب 300 طال عمرك. ما شاء الله. البومرينيوم على 200. ما شاء الله. المالتيز هذول على 120. ما شاء الله. الله اكبر. طب حضرتك تملينا رقمك؟ وعندك التشيواوا. ما شاء الله، ما شفتهمش اصلا. ما شاء الله. هذه الام وهذه بنتها. ما شاء الله. هذه انتاج. قول لنا رقمك بقى. 922 922 39 021 021. اخويا ابو حسين. اخويا ابو حسين يا جماعه، اي حد محتاج حاجه يتواصل معاه. راجل محترم ومراعي كلابه. يعني الكلاب مش شايفين كلاب تعبانه، مش شايفين كلاب مريضه، مش شايفين كلاب خاسه. ما شاء الله. الفرنش بولدوج ده سعره كام يا ابو الحسين؟ على 250. ما شاء الله. الله اكبر. ذكر وانثى. ما شاء الله. الله اكبر. كلاب متراعيه، الراجل بيراعي ربنا في الحيوان ما شاء الله. كلابه كلها صحيا جميله. ربنا يبارك لكم وادعوا له بقى بالبركه، واي حد محتاج حاجه يكلمه ان شاء الله. ليه؟ مش غلط. مش ماشي. سمعتها غلط. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. بص الناس مراعيه البغبغانات ازاي. في سلوفان هنا علشان الهواء والبرد. ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر. الله، البط ده مصري. ايه اللي جابه هنا؟ البط ده عندنا احنا. البط ده البلدي بتاعنا. ايه اللي جابه هنا؟ يعني هو انتوا خاطفين البط بتاعنا؟ انا قلت لك كل حاجه من موجوده. موجوده اهو. البط ده مش تبعنا. ده ايه اللي طالع له في دماغه ده؟ اجنبي ده. ما شاء الله ما شاء الله. ديوك رومي. الله اكبر. انا عرفت هجيب لك ايه هتجيب لي ايه؟ ايوه هي دي اللي تمشي معايا، مش اللي انا بستعملها. ما شاء الله. ده وز. ينفع القفص ده الاثنين؟ لا طبعا. لا ده ممكن يركب بالعربيه بتاعته. بس كلب واحد ده.
لا انت عشان العربيه عايز حاجه تفصيل. حلوه التماثيل دي ما شاء الله. حمام بسم الله ما شاء الله. هزاز. وانا في مصر ولا ايه يا جدعان؟ مراسلات. هزاز كينج. انا برضو بحب الحمام شويه يعني. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ايه العسل ده ما شاء الله. ده زي اللي عندك ده. ده زي اللي عندك. اسمه ايه بقى؟ يا كريم. يا كريم. ده اليمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا دول العاديين. اللي في المزرعه عندي لا. ايوه ايوه ايوه. لا ما اللي عندك مش شبه دول. ارانب. ترسة. هو ده بيت شم النسيم فقس. ده بيت شم النسيم باللون البيضة، فالكتكوت بيطلع ملون. ايه الارانب دي؟ ملبسينهم. ايوه ما انا شايف ما شاء الله. ايه نوعهم؟ فرنسي. بيبقى بكام؟ بتلاتة بالقفص. هو بيكبر عن كده ولا هو عمره كده؟ هو بيكبر عادي. ونسميه برضه لقطاو. انا هنا اهو. انا هنا. ازيك؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بسم الله. بخاف منهم القطط بصراحة، مش مضمونين. بسم الله ما شاء الله. ايه نوعه؟ ده ايه نوعه؟ شو نوعه؟ برازيليان. كم سعره؟ 360. بيتكلم؟ بردان. ايه؟ بردان. وبعدين الايد دي حديد. هم ما يعرفوش يمسكوا كده، المفروض يبقى كلها حاجه خشنه. زي هناك. ما هو هنا بس هو بيقطعها. والزنجباري بكام؟ الزنجباري ده؟ الزنجباري على 180. 100 وكام؟ 180. 180 ما شاء الله. انا لو وقفت اسال لكم على كل حاجه سعرها كام مش بس عايز اقول لكم سوق، يعني سوق منظم. هو مش زي السوق عندنا بصراحه. يعني هو محلات يعتبر، واعتقد المحلات دي مش شغاله جمعه بس، شغاله طول الاسبوع ولا؟ السلام عليكم. شغاله يوميا. ايش ده؟ ايه القمر ده ما شاء الله. الله اكبر. ايه ده ما شاء الله. لقيت قدام السوق بتاع الحيوانات مستشفى الدهماء البيطرية، وبعدها مستشفى رويال الحيوانات الأليفة. أصلا ده اسمه سوق الهواة. بيقولوا إنه كان المبنيين دول هما السوق زمان، كانوا أكبر من كده بكتير، وكان فيهم اهتمام أكتر بالكلاب والكلام ده. بس دلوقتي بقى هو المكان اللي صورته لكم ده بس. واعتقد ده كويس يعني. المحلات وتجار الكلاب من الناس اللي يعني بيبقى مش تعاملهم مع الكلاب مش احسن حاجه، بس انا شفت هنا الناس ما شاء الله، حتى الراجل اللي في الشارع بيتعامل مع الكلاب كويس وبيحبهم وكده.